في أحد منازل الخرطوم تعمل هذه السيدة في تجارة ربما تبدو نادرة وغريبة. إنها تجارة العقارب التي باتت رابحة هذه الأيام، إذ يبلغ سعر الكيلو الواحد منها نحو $7. تقول كوثر صاحبة الفكرة إنه يتم جمع هذه العقارب من مناطق مختلفة من السودان. هنا يتم التوضيب وإعداد الصناديق قبل التصدير إلى الصين ليستفاد من سموم العقارب في صناعة العقاقير الطبية. وافقوا وأدوني التصدير النهائي. بديت الشغل بشيل إذن تجميد، بسافر الدمازين، كسلة الشمالية، بدي العمال يشتغلوا، بنجمع، نجيب الحية بنخدها في المزرعة، وبنجيب بننجب من هناك. بعض مرات بنجيب ناشف، بنجيب وبنجهز وبنعبيه زي ما انت شفتها. قبل 3 أعوام أسست كوثر مزرعة لتربية العقارب، مزرعة لم نستطع تصويرها بسبب مخاوف السيدة من مضايقة السلطات السودانية لها بعد أن صادرت منها نحو 200 كيلوغرام رغم سلامة إجراءاتها كما تقول، وطالبت بتشجيع هذا النوع من الاستثمار. بنطور المشروع ده بالتوليد، بنطوره بتسهيل الإجراءات، بعدم تعقيد الإجراءات. المشروع بيتطور، لكن طالما في ناس بيعقدوا زي المشروعات دي حيجيفوا قدام استثمار، حيجيفوا قدام يعني حاجة زي دي شغلت عمالة كانت قاعدة من غير شغل. جمع وتصدير العقارب قد يصبح من المشاريع الناجحة إذا ما روج لها بصورة صحيحة وساهمت الدولة في تشجيعها. ربما تكون هذه التجربة الأولى في مجال الاستثمار في مجال العقارب وتربيتها وتصديرها إلى الخارج. هذه التجربة بحاجة إلى كثير من التطوير حتى يستفيد منها السودان اقتصاديا. طارق التجاني، سكاي نيوز عربية، الخرطوم.